المكالمة التي تمت بين القائد أوجلان وبين عائلته في هذا الظرف تحديدا، ما هي مدلولاته؟ هي المسألة ليست اعتباطية. بعد مضي 21 عاما من الاعتقال، من الحجر، من الكبت، هذه المكالمة لها مدلولاتها، خاصة نحن في هذه المرحلة نمر بمرحلة عصيبة جدا في جميع أجزاء كردستان، تحديدا في جنوب كردستان وفي غرب كردستان. المكتسبات التي تحققت، هناك قوى تريد النيل من هذه المكتسبات. القائد يعلم مدى خطورة المرحلة، خاصة توزع أدوار الدول الفاعلة في المشهد السوري وفي المشهد العام في منطقة الشرق الأوسط. هناك مخاطر جمة ليس فقط من المرتزقة، هناك قوى إقليمية تسعى إلى القضاء على كل ما تم إنجازه. هذه إشارة فيها مدلولات جدا مهمة. أنتم أيها الشعب الكردي تمرون في مرحلة خطيرة جدا، حققتم بما فيه الكفاية، ولكن تحتاجون إلى عزم أكبر، إلى جهد أكبر، إلى تنظيم أكبر. تجتمعون جميعكم، كافة المكونات الموجودة في هذه المنطقة في كردستان وفي شرق الفرات. الرسالة كانت واضحة، علينا التنبه بأن المخاطر هي جمة. يجب التوحد، يجب الاتحاد، يجب الاتفاق على مبادئ ولي. أشار إلى اتفاقية عام 1981، هذه الاتفاقية التي تمت بين حزب الديمقراطي الكردستاني وحزب العمال الكردستاني في ذاك الزمن. المخاطر لا زالت مستمرة، المؤامرة لا زالت مستمرة. لا بد من العودة إلى حاضنة الوطنية، إلى الحاضنة الكردية، ونبذ كافة الخلافات. يمكن تذليل الخلافات. حادثة زينة ورته هي مدلولاتها خطيرة جدا، هي تنفيذا للسياسة التركية وبالتعاون مع القوى العالمية في المشهد. المشهد لم يكتمل بعد، المخاطر كثيرة جدا. لا بد من وحدة الصف الكردي ومنع التشتت. هذه الرسالة كانت واضحة في إشارتها. أنتم كيف تقيمون ذلك؟ تقييمي بما أن الكرد في المرحلة في السنين العشر الأخيرة أكدوا حضورهم وجديتهم في تنفيذ ما يطلب إليهم من الناحية العسكرية ومن الناحية السياسية وحتى من الناحية الإدارية، خاصة في روجا أفاي كردستان. هذه المسألة في المناطق الشرقية في شمال سوريا تحققت منجزات لم يكن يتصورها، لم يكن يتقبل الكردي المكون الآخر، أو المكون الآخر لم يتقبل المسيحي، بمعنى الأخوة المسيحيين أو الأخوة التركمان أو الأخوة الشراكس. كان هناك الدولة العميقة، الدولة القومية، عملت على تشتيت المنطقة ونزع فتيل هذه الأزمة. لابد كان من طرح مشروع، والمشروع مشروع الإدارة الذاتية هو لم يكتمل بعد، ليس مثاليا ولكن هو الأفضل. أفضل الموجود هو مشروع الإدارة الذاتية، لابد من الالتزام به. والقوى الكردية هي القوى الناظمة والضابطة والجاهزة لتنفيذ أي عمل إن طلب منه اجتماعيا وإداريا وعسكريا وسياسيا. أي احتدام سياسي، أي احتدام عسكري هو ضياع لجميع الجهود التي تمت والمكتسبات التي أنجزت. التأكيد على وحدة الصف يمكن بالحوار، بالتفاهم، يمكن حل جميع هذه الخلافات التي تحدث. وهناك اتفاقات منذ القديم إلى الآن، اتفاقات بين الأطراف الكردية والأحزاب الكردستانية على نقاط هامة جدا. المحور الأول التعاون الكردي الكردستاني في أجزاء كردستان، كافة التنظيمات، كافة المنظمات. 1. 2. منع الاحتراب الداخلي. القوى الكردستانية يجب أن لا تتحارب أبدا، ممنوع، يمنع تنظيم هذا الشعب. والبند الآخر الدفاع عن هذا الشعب أينما كان، في أي جزء إن تعرض إلى الخطر يجب الإسراع إلى نجدته وحمايته. ونحن في هذه اللحظة نعيشها في جريس بي
سريكانية، في عفرين، في شنقال، في كركوك، في جميع المناطق الكردستانية، عداك عن شمال كردستان الذي يتعرض يوميا إلى حملات الاعتقالات والإقصاء. إلى كافة الوطنيين الحريصين على وحدة الصف الكردي، لا بد العودة، نبذ الخلافات، كفانا احترابا، كفانا ليعمل كل شخص من موقعه من مكانه ضمن حزبه ضمن تشكيله ضمن تنظيمه خدمة لقضايا سامية جدا. القضية الأهم هي قضية شعب وقضية وطن. لا يجوز المساومة والتعاون مع القوى الاحتلالية للنيل من هذه المكتسبات. القوى الكردستانية هي المسؤولة، مسؤولية تاريخية. هذا القرن إن وصلنا إلى عام 2023 وانتهت فعالية الاتفاقات التي عقدت بحق روج آفا بحق كردستان جميعها، سيتكلل نضالنا جميعا بالنصر، والنصر لا يخص حزب واحد ولا منظمة واحدة ولا جزء واحد. المكتسب هو مكتسب كردستاني لجميع الشعب الكردي.